استسقاء الكلية هو حالة شائعة حيث يحدث توسع في الكلية وتوسع في نظام التحليل الحوضي. هذه هي الشذوذ الأكثر شيوعاً التي يمكن اكتشافها في فحص الموجات فوق الصوتية قبل الولادة أثناء الحمل، ومن المدهش أن 50% من هؤلاء الأطفال عند الولادة يعتبرون طبيعيين، بينما 50% منهم قد يكون لديهم سبب مهم. لذلك في السابق قبل 20 أو 30 عاماً كان يتم اكتشاف معظم هؤلاء الأطفال فقط عندما تظهر عليهم الأعراض، بمعنى أنه عندما يصابون بعدوى أو يظهر لديهم تورم في البطن أو يعاني الطفل من انخفاض في وظيفة التبول مع تراكم الكثير من الصديد في البول. بفضل التقدم في تقنية الموجات فوق الصوتية، أصبحنا الآن قادرين على اكتشاف هذه الحالة أثناء الحمل، وهي الآن الطريقة الأكثر شيوعاً لتشخيص هذه الحالة. تشخيص ما قبل الولادة لتورم الكلى، وهو ما يعرف بالاستسقاء الكلوي، هو الطريقة الأكثر شيوعاً لتشخيص هذه الحالة. لذلك ليس كل هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى تدخل، ولكن بمجرد أن يتم إبلاغنا بالتشخيص يجب أن نتدخل في الوقت المناسب قبل أن يتسبب في تلف الكلى. لذلك بمجرد أن نحصل على تشخيص للاستسقاء الكلوي قبل الولادة، يتم تقييم هؤلاء الأطفال سريرياً عند الولادة، ثم يتم تأكيد التشخيص بواسطة الموجات فوق الصوتية التي تجرى في اليوم الثالث من الحياة، ويتم تأكيد ذلك مرة أخرى بواسطة الموجات فوق الصوتية التي تعاد بين 4 إلى 6 أسابيع. بناء على النتائج يتم تأكيد احتمال وجود انسداد عن طريق إجراء مسح نووي، والذي يعطينا معلوماتين، أي الأول هو وجود أو عدم وجود انسداد، والثاني ما هي درجة التدهور الوظيفي للكلية. لذلك بناء على هذه المعلومات، سواء كان الانسداد أحادي الجانب أو ثنائي، وهل الانسداد شديد أو مهم، وهل هناك انخفاض في الحالة الوظيفية للكلية، يتم اتخاذ قرار إما بالحفاظ والانتظار والمراقبة أو بإجراء عملية للتدخل من أجل تقليل فرص حدوث ضرر إضافي للكلية بعد ولادة الطفل. الجراحة لعلاج استسقاء الكلية تسمى بيلوبلاستي، حيث نقوم بإزالة الجزء المسبب للانسداد ونعيد الاستمرارية بوصلة واسعة. يمكن إجراء ذلك عن طريق الجراحة المفتوحة، ومع ذلك في العصر الحالي يتم ذلك عن طريق الجراحة ذات الوصول المحدود بشكل رئيسي المنظار، تسمى بيلوبلاستي بالمنظار، ويمكن أيضا إجراؤها بواسطة الجراحة الروبوتية في الأطفال الأكبر سنا. يمكن إجراء بيلوبلاستي بالمنظار بأمان حتى في الأطفال حديثي الولادة في الوقت الذي نشخص فيه هذه الحالة عادة، ونجري العملية بين 4 إلى 6 أسابيع. يمكن إجراؤها بأمان. ميزة بيلوبلاستي بالمنظار هي أن هؤلاء الأطفال لديهم شقوق صغيرة جدا، لذلك يكون الألم أقل وتعافيهم سريع جدا. لذا فإن استسقاء الكلية هو حالة جراحية شائعة جدا، يتم اكتشافها عادة عن طريق الموجات فوق الصوتية قبل الولادة. يتم تأكيد التشخيص من خلال تقييم بعد الولادة، وإذا لزم الأمر يمكن إجراء التدخل الجراحي بأمان لهؤلاء الأطفال عن طريق الجراحة ذات الوصول المحدود.